انا عايزك تركز معايا كويس جدا في الثلاث حاجات اللي انا هعرضهم عليك دلوقتي. شايف اول حاجة قدامك دي، وشايف الحاجة التانية اللي قدامك دي، وشايف الحاجة التالتة اللي قدامك دي. الثلاث حاجات اللي قدامك دول مش مجرد حاجات للزخارف، وانما الحاجات اللي قدامك دول حاجات مهمة جدا وبتعمل حاجات برضه غريبة جدا. ومنهم حاجة اتعرضت في مسلسل المداح 2025، المسلسل اللي هيجي في رمضان الجاي ان شاء الله باذن الله. وده السؤال برضه اللي انا بعرضه لحضراتكم: اعرفوا انهي حاجة في الثلاث حاجات دول اللي هتتعرض في مسلسل المداح، واكتبها لي في التعليقات تحت، او خد شوت سكرين ونزلها في التعليقات تحت. الثلاث حاجات دول من ضمنهم الحاجه اللي اتعرضت في مسلسل المداح كانوا بيستخدموها لانتصار الشر على الخير، وكانت بتعمل حاجات غريبه جدا في المسلسل اللي هيتعرض زي ما قلنا في رمضان اللي جاي. وهتشوفوا بنفسكم الحاجه دي. ناخدهم كده بالتدريج واعرض عليكم الثلاث حاجات ونشوف الحاجات الغريبه دي اصلها ايه وجات منين وبتعمل ايه. اول حاجه معانا القرص اللي ظاهر قدامكم ده. القرص اللي ظاهر قدامكم ده قرص غريب جدا. القرص ده بيقول لك انه بيعود ل 200 عام قبل الميلاد، وانه اكتشف من حوالي 100 عام. عالم اللغويات غارث اوين بيقول لك انه قدر يفك تشفير حوالي 99% من القرص، لكنه حذر ان قراءه اي شيء مختلفه من الكلام اللي موجود في القرص بيغير المعنى والمفهوم بتاعه كله. بيقول لك انه قعد 10 سنين علشان خاطر يفك 50% بس من محتوى القرص. يقول لك انه هيعلن عن المحتوى اللي مكتوب في القرص ده من خلال فك تشفيره بعد ما يتوصل لفك نص تشفير القرص ده. وبيقول لك ان الرموز اللي مكتوبه على القرص ده هي رموز مينوسيه، مش ماسونيه، مينوسيه، وهي لغه يمكن تشبيهها بالهيروغليفيه المصريه، لكنها تختلف عن نظام الكتابه. والكلام ده كله وفقا لما ذكرته صحيفه سند اكسبريس البريطانيه. ويقول لك ان في عام 1908 عالم الاثار الايطالي لويجي بريرنر اكتشف قرص غامض في موقع عصر مينوان في فايستوس في جزيرة كريت اليونانية. بيقول لك ان القرص ده مصنوع من الطين او من الفخار، وبيحتوي على سلسلة من الاشكال الهيروغليفية اللي لا زالت بتعتبر احد الالغاز الاثرية. بيعتمد العلماء ان قرص فايستوس، والقرص ده هو اسمه فايستوس او بيطلق عليه فايستوس، وبيعود للألفية الثانية قبل الميلاد، انه بيحتوي على اسرار تطور الحضارة في ذلك الوقت، بحيث ان حضارة المانيوان بتعتبر اول حضارة منظمة في التاريخ. فاحنا كده عرفنا ان القرص ده اسمه قرص فايستوس. القرص ده في احد الاشخاص لقى القرص ده وبيطلع وهو مداري وشه بيعمل بالقرص ده او ما يشبه القرص ده، القرص اللي موجود معاه بيعمل بيه اشكال وحاجات غريبة جدا. هل هو القرص نفسه اللي بنتكلم عنه ولا هو قرص شبيه ليه؟ الله اعلم. ولكن القرص ده بيعمل بيه زي ما قلنا حاجات غريبة جدا. هتلاقوها يا اما في الفيديو ده لو قدرت اجيبها لكم واحنا بنتكلم دلوقتي، او لو ما لحقناش نجيبها هبقى اجيبها لكم في فيديوهات تاني وهعرض عليكم القرص ده بيعمل ايه بالظبط، او الشخص ده بيعمل ايه بالقرص ده بالظبط. ومن هنا ناخد بعضينا ونخش على الشيء اللي بعده، وهو الشيء اللي معروض قدامكم ده واللي بيظهر من شكله ان هو عبارة عن كورة معدنية، وانما هو في حقيقته مش كورة. الكورة دي بتتفتح وبتتحول لشكل غريب جدا. بيقول لك ان الكورة دي هي عبارة عن رمز من رموز الماسونية، قابلة للطي ومغلفة بذهب عيار 9 قراط. زي ما قلنا ان الكورة دي هي عبارة عن رمز ماسوني بيعود تاريخها للقرن ال19. الغريب بقى في الكورة دي ان منها اشكال كتير جدا زي الاشكال اللي معروضة قدامكم دي. والاغرب ان اتعرض في فيلم سوبرمان، جزء من اجزاء فيلم سوبرمان، عبارة عن آلة فضائية كان بيحاربها سوبرمان في الفيلم، تشبه في تصميمها شكل الكورة دي بعد ما بتتفتح. طب ايه سر الكورة دي وايه اللي ممكن تقدر تعمله الكورة دي؟ ده اللغز اللي لو حضراتكم تعرفوا اجابته اكتبوه لنا في التعليقات، ولو ما تعرفوش هنبحث عليه وهنجيبه لكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله باذن الله. خش على الحاجة اللي بعديها وهي الآلة اللي موجودة قدامكم دي. الآلة اللي موجودة قدامكم دي آلة غريبة جدا. بيقول لك ان دي تم اختراعها في العصور القديمة، وكانوا بيكتشفوا بيها او بيستكشفوا بيها او كانوا بيستخدموها في علوم الفلك والفضاء والنجوم، وكانوا بيعرفوا بيها الساعات، وكانوا بيعرفوا بيها الاوقات، وكانوا بيعرفوا بيها طريق الكعبة. يعني تعتبر عبارة عن بوصلة وفي نفس الوقت آلة وأداة لاستخدامها في علوم الفلك. برضو نفس القصة، الآلة دي في منها أشكال وأنواع غريبة جدا، وبرضو بتستخدم استخدامات كتيرة جدا وبرضو غريبة جدا. بيقول لك برضو إن في عالمة بريطانية بحثت في أصل الآلة دي وحاولت إن هي تفك الرموز اللي مكتوبة فيها واللي مكتوبة جواها، وخدت سنين على ما عرفت تفكها. وأصل الآلة دي بيقول لك إن أصولها إسلامية. فكل الحاجات دي كانت فين وكانت مخفية فين وشمعنا طلعت دلوقتي وظهرت لنا؟ وهل في منها حاجات تانية أو حاجات تانية شبيهة ليها إحنا لسه ما اكتشفناهاش أو لسه ما وصلتناش أو لسه ما أعلنش تصريح عشان خاطر تتعرض علينا ونشوفها ونعرف حقيقتها؟ الله أعلم. ولكن الأكيد واللي إحنا نعرفه واللي متأكدين منه إن إحنا الفيديوهات اللي جاية هنجيب لكم حاجات أغرب من اللي انتوا شفتوها في الفيديو ده، وأغرب
من اللي انتوا شفتوها في الفيديوهات اللي فاتوا. تابعونا سواء على الصفحة دي أو صفحة دوشي ميكس الصفحة الجديدة، عشان خاطر تشوفوا حاجات من أغرب الحاجات اللي موجودة في الكون. ومستني رأيكم في التعليقات علشان تقولوا لي ايه الحاجة اللي من ضمن الثلاث حاجات اللي احنا عرضناهم دول اللي هتيجي في مسلسل المداح 2025، المداح اللي هيجي في رمضان اللي جاي. تحياتي ليكم.